بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم النهارده بقى طاجن سنجاري، انما ايه عظمه حاجه كده تحفه بألف هنا وشفا. وكمان ايه، هو كيلو بوري واحد، كيلو بوري ب100 جنيه. عملنا احلى طاجن سنجاري. طبعا هتقولي بوري إيه اللي ب100 جنيه؟ والله العظيم ب100 جنيه. مش هتصدقي، شوفي وجربي وهتعمليه ب100 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. معايا النهارده كيلو بوري ومع 4 سمكات كبار وواحده صغننه كده. تمام. وبعدين جبته ونضفته وفتحته سنجاري زي ما انت شايفاه كده. معايا طماطم مقطعه وجزر مبشور وبصل مقطع شرايح وفلفل وطماطم وكمان ليمون مقطع شرايح. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اتبقى معانا بقى توم وكمون وشطة وليمون وملح زي ما انت شايفة كده بالظبط في الكبة بتاعتنا التعبانة الشقيانة دي. وهنروح جايين ضاربينه، احنا مدوخينها معانا بس هي قروبة والله وبتنفع. وبعدين هنروح جايين ضاربين الدقة معانا زي ما انت شايفة كده بالظبط. وبعدين بعد ما هنضرب بيها طريقة سهلة وجميلة، بصي، وفي ربع ساعة هتعملي غداكي وهتعملي أكلة جميلة وعظيمة بقى مع الرز البني اللي أنا قلت عملته لكم قبل كده مرة واتنين وتلاتة. الرز يا جماعة هوريهولكوا، الرز بيبقى بني مش من البصلة ما تتحرقش، الرز من كرملة السكر. ضربنا بقى واحنا بنضرب معانا اللي في خلطنا الشقيان الحلو بتاعنا دوت. هنروح جايين ايه، نضرب بقى الدقة بتاعتنا. هنروح جايين جايبين السمك، اللهم بارك، في القارب الجميل ده. ونروح جايين حاطينه خلف خلاف، واحدة فوق واحدة تحت، واحدة فوق واحدة تحت، خلف خلاف، يعني واحدة راسها فوق واحدة راسها تحت. تمام. علشان يقضي معانا. بس انا مش عايزاه يبقى مفتوح قوي. لو عايزاه مفتوح قوي كنت هعمله في صاج. انا عايزاه طاجن يبقى من جوه طري شويه. لما ببقى عايزاه سنجاري مفتوح قوي بيبقى ناشف، بعمله في الصاج دوت. هيبقى ايه، طري شويه، علشان هناكله مع رز. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هحط نص الدقه معاكم بقى على الخضروات اللي احنا قطعناها دي، هنقلبها مع بعض. ونص الدقه التانية هنحدق بيها السمك زي ما انتوا شايفين كده بالظبط في ظهر السمكه كده. وهنروح جايين ايه، ما تدخلهاش عند اللحم من جوه، في الظهر بس كده. وهنعمل التحديقه بتاعتنا الحلوه الجميله دي. هنحدق بقى السمك، اللهم بارك. شفتي بقى كده زي ما انت شايفة، طريقة خطيرة بجد. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير، اختك ومحتاجة دعم مني. هنقلب بقى كل الخليط بتاعنا الحلو الجميل ده مع بعضه كده. قلبي كويس جدا عشان تتأكدي ان كل الخضار معاكي بقى في الدقة بتاعتنا اللي احنا عاملينها. الدقة دي خطيرة، والليمون كتير بيخليه رهيب وفي حتة تانية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هنحط بقى مع بعض كده الخضروات، نحشي بقى ايه، كل السمكية امليه بقى. عايزاكي تمليه، ده بيتاكل بقى مع رز خطير، عشان انتي مش بتعمليه سلطة معاه، هي دي السلطة جواه خطير. حطي بقى وقلبي فيه، وحطي بقى كمية كتير زي ما انت عايزة. انا بحط كمية كتير، اللهم بارك، زي ما انت شايفة كده. وبكمل بيبقى بجد طاجن خرافة. هتاكلي صوابعك وراه. شوفي بقى لو انتي كلتي ده بره هيبقى بكام. احنا عندنا هنا راجل طيب كده، ابن حلال كده، من الناس الاصيله، بيبيع السمك عندنا حلو قوي، بيجي من راس البر. وبيبيع السمك عندنا في طنطا، اسمه اسماك راس البر. بيبيع اسعار حلوه، يعني ما عندوش جشع قوي يعني زي الناس اللي بقت في كل حياتنا دلوقتي. فبنحط بقى زي ما انت شايفه كده، بنحشيه ونحط الليمون عليه. وطبعا احنا عصرين ليمون كمان على الدقة كتير، يعني احنا حاطين ليمونتين في الدقة غير اللي احنا عصرين. تمام. شايفين ما شاء الله، تحفة 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 بجد. انت عارفة لو عندك عزومة هينفع جدا كمان. وهتحطي بقى شوية زيت صغيرين كده، مش كتير قوي، يا دوبك يعني حاجة بسيطة كده، مع حوالي 3 معالق كده ولا حاجة كبار. بس شفتي اكلتنا النهارده جميله وخفيفه ورخيصه وحلوه جدا. هتعجبك جدا، وهتعملي منها احلى غدا للولاد وهيفرحوا جدا جدا. وباقل التفاصيل وجبتك معايا وغداكي ب100 جنيه. ب100 جنيه، والله ب100 جنيه. شايفين الموبايل طبعا معايا بعافية زي ما انتوا عارفين، بيطفي نوره من السخونية، بيطفي الإضاءة. تعبني نفسيا والله. شايفين بقى الطاجن لما طلع حاجة كده، ايه حكاية يا ولاد، والله العظيم حكاية يا بنات. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي.
بألف هنا وشفا. حاجة كده تحفة بجد رهيب والله العظيم. انت لو بتاكلي اكل عادي ما هيبقى بالسعر ده. يعني لو عملتي يا شيخة مكرونة وبيض ولا اي حاجة ولا اكل عادي ولا فول وطعمية النهاردة، كل حاجة بتتكلف. شوفي بقى الجمال ده، شوفي الحلاوة دي، وطماطمتين من عندنا من التلاجة على قرنين فلفل من عندنا من التلاجة، والدنيا مشيت. شفتوا بقى الرز بتاعي بني ازاي زي بتاع المطاعم؟ الرز اللهم بارك عملته معاكي مرة قبل كده في فيديو السمك اللي قبل كده وفيديو الجمبري. كرملي السكر، كرملي معلقتين السكر اللي انت بتحطيهم بيخلي الرز بني اللهم بارك تحفة. تحفة ومفرفر معاكي ورهيب. البصلاية ما تتحرقش، البصلاية تتدبل بس علشان ما تبقاش مضرة. لازم الاكل يبقى فيه افادة، والبصلاية ما بتتحرق ما بتبقاش مفيدة جدا خالص. كرملي الرز، التسكيرة اللي في الكرملة دي هي اللي هتخلي معاكي الرز بني وطعمه تحفة. شايفين السمك خطير والله بقى، والحته بتاعت البطن دي اللي بتبقى حادقه دي انا اكتر حته بحبها في السمك. بجد اكتر حته، بجد بتوجع قلبي، بتخش على قلبي كده على طول، حاجه كده اللهم بارك، جميله وخطيره.